لكل شخص مننا ليه قرين. القرين هو الشيء اللي بيلازم الإنسان أينما كان، في حاله وترحاله. ولو حد استجوب قرينك يقدر يعرف من خلاله أي حاجة أنت عملتها أو شفتها. من كتاب صلاة الممسوس للكاتب حسن الجندي. حضر حاجة تشربها وهدي الإضاءة وتعالى عشان نبدأ روايتنا. لو أول مرة تشوفني فما تنساش تدخل تتفرج على الحلقة اللي قبل دي عشان تقدر تفهم الحلقة دي، وتعمل لي سبسكرايب وتفعل زرار الجرس. ومش عايزين ننسى الحلم يا فنانين، مليون فنان جوه الملخص. أنا أشرف طه، مدير الملخص. ممنوع من الحاجات دي، ابوك ما علمكش كفايه. بص سليم وراه ببرود وقال له ابويا مات، مش متبقي غير انا وانت، فما تفكرش تتخلى عني. سالم قال له انت كده ممكن تاذي الولد. لكن سليم ما اهتمش بكلامه وقال له ما تجادلنيش وروح نفذ الامر، بعدها ساعدني في تهدئه الواد. بعدها عبد الرحمن قعد على كرسي من كراسي الصالون الضخمه المزخرفه وهو بيتقلب في قعدته من عدم الراحه، وقدامه قعد سليم على ركبه والقلق محاوط عقله، لكن كان بيخفي ده بابتسامه اطمن. وقال له انا دلوقتي هستدعي سالم اللي شفته، بس محتاج منك انك ما تخافش منه وتعرف انه بيحبك ومش هيأذيك. عبد الرحمن قال له بس شكله مخيف. بص له سليم بابتسامه وقال له هو ملوش ذنب في شكله، هو اتخلق كده، هو وعيلته واللي شبهه شكلهم احنا مش متعودين عليه، لكنه قلبه طيب، والا ما كنت صاحبته. ما كانش باين على عبد الرحمن انه اقتنع باللي سمعه، لكن هز راسه بتفهم. فقال سليم ودلوقتي اهدى خالص، احضر الآن يا سالم، وجعله ينام بعمق. سالم حط ايده المنحولة على راس عبد الرحمن اللي عينه اتقفلت ونام بعمق غريب. قام سليم وهو بيدور في الأوضة وبيقول بعصبية مش عايز أي غلطة دلوقتي يا سالم، هستنطق قرين الواد، بعدها هنسيه اللي شافه عشان يعيش حياة طبيعية. ورغم إن سليم ما كانش بيشوف سالم إلا إنه كان بيبص ناحيته كأنه شايفه. ومن هنا جه صوت سالم واضح جدا لأي حد يسمعه وهو بيقول له ممكن تستنى رجال ارض النحاس لما يجوا وهم ادرى منك. سليم قال له ما تخوفنيش اكتر من كده، ممكن معرفش اعوض الفرصه دي مره تانية، انا اقدر استجوب قرينه بنفسي. بعدها رفع ايده اليمين وحطها على وش عبد الرحمن وقال عزمت والهبت عليك بفتح بيننا وبين قرينه، بحق الملك الذي نصفه من ثلج ونصفه من نار، وبحق الملك القاعد على الكرسي الجديد، وبحق الهواء السابح بين السماء والارض، بحق من وصفوا باللون الاخضر المتصرفين بالارواح، وبحق الكروبين الذين دخلوا الحجب ويخرجون، في عين برق إذا أبرق ورعد إذا أرعد، بحق كل عزيمة عزمها مخلوق من طين على مخلوق، من نار أهي شرا هي أهيا شرا هي، ونحت شروا بدموننا عليك أن لم تخضع وتظهر، شرغ في السماء ينتفض بأنحيك عليك حتى تظهر، زجري إليك أن لم تحضر بكل أولاد الجان، من أولاد كاح وحمال سلاح وسكان رياح، الغائصين طباقا السري والطائرين في الهواء والسابحين في الماء. السلام عليكم يا قرين عبد الرحمن، يا من ولدت حين ولد وبكيت حين بكى ومشيت حين مشى، أحضر أمامي مستكين مستكين، الوحى الوحى، العجل العجل، الساعة الساعة الساعة. انتفض جسم عبد الرحمن واتصلب كأنه لسه نايم، فتح بقه على الآخر بعدين قفله، وجسمه رجع للاسترخاء، وطلعت منه راس في نفس حجم راس عبد الرحمن لكن من غير عين ومناخير. بقه يشبه بق عبد الرحمن وشعره الاسود. اتحركت الراس دي وبدأت تبص يمين وشمال من غير عين، وبصت على سالم. سليم قال له انت قرين عبد الرحمن؟ بصت الراس في اتجاه سليم اللي ما كانش قادر يخفي فزعه وخوفه، فدي كانت أول مرة يستجوب فيها قرين، فكان الموقف مرعب وغريب عليه. الراس ما اتكلمتش، فسليم عاد عليه السؤال من تاني. الراس اتكلمت بصوت مخيف وبنبرة بعيدا تماما عن صوت عبد الرحمن، وقالت أنا. سليم ما فهمش هل اكتفى قرين بالإجابة دي ولا لسه في تكملة. عدت ثواني بعدها سليم قال شفت ايه امبارح؟ الراس ما اتحركتش وفضلت ثابتة في مكانها، فسليم سمع صوت سالم بيهمس في ودانه وبيقول له اسأله بدقة أكتر على اللي أنت عايزه لأنه مش هيفهمك. سليم قال له بصوت قوي انت شفت صابر اللي ساكن في الشقة اللي قدامك امبارح؟ القرين قال له اه وسكت. قال له طب قول لي بقى ايه اللي كان بيعمله وقت ما كنت بتشوفه؟ وبدأ القرين يحكي كل اللي شافه، من أول ما شاف الشاب الغريب اللي كان طالع على السلم لحد الحريق. صحي تاني يوم عبد الرحمن على أصوات جاية من بره أوضته، بص حواليه وهو مش فاهم حاجة، قام وهو مسك راسه اللي حس بتعب فيها، نزل من على السرير وهو بيسمع الأصوات اللي جاية من بره. الحقيقة
انه ما كانش فاكر حاجه عن اللي حصل الايام اللي فاتت. راح ناحيه الباب بيستمع لاصوات الناس اللي جايه من بره، تحديدا من صاله استقبال الشقه. ساعتها احمد قعد يرحب بشده بضيوفه اللي جايين من سلطنه عمان، اللي كانوا 3 رجاله سنهم ما بين ال40 وال50، لابسين هدوم غاليه وحاطين برفيوم حلو قوي ومرسومه على وشهم الابتسامه. جنبهم قاعد سليم ساكت، واكبرهم سنا بيوجه كلامه لاحمد وبيقول بلهجه عمانيه سهله الفهم: كنا عارفين ان السليم اهل في مصر يحفظوه من كل شر ويقفوا معاه زي وقفتنا واكتر. احمد قال له: يا مؤيد بيه، سليم زي ابني عبد الرحمن، وده بيته وبيتكم اللي نور لما شرفتونا. بس مؤيد لسليم وقال له: بمجرد ما اتصلتم امبارح حجزنا تذاكر السفر وجينا بسرعه. كنا نعرف انه في حماك يا سيد احمد، لكنه ابننا ولازم نساعده في الرجوع. سليم قال له: للاسف يا عمي مش هرجع للسلطنه، انا هفضل في مصر لحد ما انهي اللي بدأه ابويا. ده كان كلام سليم اللي قاله بلهجه عمانيه ادهشت احمد، لانه اتعود على كلام سليم بلهجه مصريه فرقهاش عن اي مصري قابله في حياته. مؤيد اتضايق من كلام سليم وقال له: اللي بدأه ابوك هننهيه احنا، ولا انت شاكك فينا يا سليم؟ بعدها قام مؤيد وسليم واللي معاه نزلوا من العماره وركبوا عربيه مرسيدس سودا اجرها مؤيد بمجرد وصوله. خرجت العربيه واتجهت لطريق كورنيش النيل، وبعد اقل من ساعه كان مؤيد بيركن العربيه في شارع من شوارع الهرم الجانبيه. نزلوا من العربيه ودخلوا فيلا صغيره متحوطه بالشجر، ما كانتش مجهزه قوي لكنها كانت نظيفه. فقعد مؤيد على كرسي والباقيين واقفين احترام ليه، فشاور لهم يقعدوا على الكراسي وهو بيقول بجديه: ودلوقتي هنوزع الادوار علينا. انا هفضل في مصر عشان افهم اللي حصل لصابر واتاكد انه كان اتقتل ولا. قطعه سليم وقال له: انا اللي هفضل قاعد. مؤيد زعق وقال له: انت اتجننت يا ولد، تراجعني في كلامي، اتأدب. سليم قال له: ده قراري يا عمي، اللي ماتوا دول عيلتي والموضوع ده يخصني انا لوحدي. مؤيد قال له: صابر ابوك كان صاحبي ورفيقي من صغرنا، ولينا عهد انت ما تفهموش، وهو يخصني زي ما يخصك، لكن المواضيع دي مش هتيجي بحمقة الشباب، انت اضعف مما تتخيل. قال له سليم: مش هكون ضعيف لمساعدتكم. واحد قال له: مساعدتك في ايه؟ احنا ما نعرفش ايه اللي حصل. سليم قال له: انا اعرف، عيلتي ماتت على ايد اللي كان بيدور عليها ابويا. مؤيد قال له: وانت عرفت ازاي؟ قال له: انا استجوبت قرين طفل شاف اللي حصل. قام مؤيد وهو على وشه الغضب وقال له: استجوبت قرين طفل؟ انت مجنون ولا اتجننت؟ استجوبت قرين طفل؟ انت اتجننت؟ طيب لو عايز تعرف ايه اللي حصل بعد كده ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان اول ما ارفع الحلقه الجايه توصلك على طول. وبطلب منك لو الفيديو عجبك تعمل لي لايك وشير للفيديو، واكتب لي في التعليقات حابب نتكلم عن روايه ايه في الحلقات اللي جايه. ومش عايزين ننسى الحلم يا فنانين، مليون فنان جوه الملخص. انا اشرف طه ودي الملخص.